مساء الخير يا حلوين. النهارده هنعمل مع بعض مكرونه بصوص الطماطم المشويه. طعمها يجنن، حتى هتملى البيت. يلا نبدا على طول. ما تنسوش تشغلوا الفرن وانتوا بتتفرجوا. مكونات معانا: طماطم متقطعه اربع، بصل، فلفل الوان اصفر واحمر، راس توم كبير مقطوعه من فوق، وفصوص توم كبيره مرصوصه جنب الطماطم. وصفة سهلة بمكونات موجودة عندنا كلنا، بس هتفرق معاكم في الطعم. رشة زعتر، رشة فلفل اسود، وظبطي الملح زي ما بتحبي، زيت زيتون. وهنغرق الكلام ده كله وهندخلها الفرن لمدة نص ساعة على درجة حرارة 200 او اعلى درجة حرارة حسب الفرن بتاعك. وده شكلها بعد ما طلعت. هنحطها في الخلاط وهنضربها، وده شكلها بعد ما اتضربت. صوص تقيل شوية هننزله في الطاسة فيها الزيت اللي باقي في الصينية بطعم الزعتر. هنقلب لحد ما تاخد غلوة. في الوقت ده هنحط مية سخنة عشان نغلي المكرونة بتاعتنا. اي نوع مكرونة بتفضلي. انا بفضل في الوصفة دي المكرونة الاقلم. وده شكلها بعد ما اتسلقت. هنضيفها على الصوص بتاعها. وصفة سهلة جدا. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكوا كل وصفاتنا السهلة دي. ده شكلها النهائي. قدمناها مع كفتة بطريقة جديدة، واللينك بتاعها تحت الفيديو. اشوفكم في وصفة جاية واستنوني.